الليلة حنعمل وصفة سهلة جدا طلبتوها مني كتير، خمار العجينة المر للعصيدة. ما تتخيلوا وصفة سهلة كيف. شايفين العصيدة؟ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. أول حاجة محتاجين كوب ذرة أبيض للعصيدة والكسرة، وكوب موية، ومعلقتين كبيرة زبادي. هنخلطهم مع بعض كويس جدا وخليهم في مكان دافي. أنا خدتهم في الفرن، يعني الفرن طبعا ما سخن بارد، وقفلته بعد ما غطيتها وخليتها 48 ساعة. ممكن تخلوها أكتر من كده 3 يوم، أنا خليتها يومين، بقت لي تقريبا حموضة متوسطة. لو عايزين تزيدوا أكتر من كده ممكن تبقوها 3 يوم، لأنه اليومين دي الجو بارد. عشان أجي أعمل العصيدة نفس العجينة مرضى بعد 48 ساعة، هزيد ليه كوب موية وكوب دقيق ذرة أبيض واخلطهم مع بعض، وأجيب حلة أخد فيها نص كوب موية مغلية، وبعدين أضيف العجينة مرضى بالتدريج. طبعا أنا ما خديته كله، قسمته النص، يعني نص خديته والنص التاني خليته تاني يخمر. بعد ما أزيد له موية وأخليه كده بجنبه وأدخله التلاجة. شايفين ما شاء الله العصيدة تقلت. لو حسيتوا بقى تقيلة ممكن تزيدوا موية عادي، لو حسيت دارينها تخينة خلوها زي ما هي من غير ما تضيفوا موية. أول ما فصلت كده بالجنبات بقت جاهزة. شايفين ما شاء الله تبارك الله. أنا حتى بيدي شلتها من غير ما أقلبها من كترة ما هي نقيضة ومظبوطة ورهيبة. بالعافية عليكم، لازم تجربوها، ما تتخيلوا وصفة سهلة كيف.